اتنين شامبو مصريين، واحد تشتريه وواحد ما تقربيش منه. ايه اللي انا اصلا احتاجه من اي شامبو وهستخدمه؟ هما حاجتين يا بنات. اول حاجه ان هو ينشف لي شعري، مش عشان انا شعري دهني خالص، انا شعري جاف جدا، لكن لما شعري بينشف من شامبو بستخدمه انا كده بفهم ان الشامبو نضف شعري ونضف ارضيه راسي. حاجه ان الشامبو يكون ريحته حلوه ونفاذه وبتثبت في الشعر. انا النهارده اتنين شامبو، واحد بتاع الو ايفا وواحد بتاع فاتيكا. شامبو الو ايفا والضحك بقى اللي هنقراه، طبعا هو واضح ان ده اللي مش انا حباه خالص، مع انه على فكره يعني انا جبت اخره، بس انا هقول لكم انا ليه مش حباه. هو بالصبار وزيت الارجان المغربي، ريحته، يلا تعالوا نتكلم عن الموضوع. بترطيب عميق وشعر انعم بدون هيشان للشعر المقصف الهايش. للشعر المقصف والهايش عشان يخلي شعرك مقصف وهايش. حد عنده نفس التجربه بتاعتي فيه يا ريت يقول لي. بينشف الشعر قوي 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 زياده عن الزياده، بيخلي الشعر هايش جدا، متكهرب برضو. هو احيانا فاكرين الريفيو بتاع الحمام كريم بتاع الو ايفا برضو بيخلوا الشعر متكهرب كده ومش عارفه هو رايح فين ولا جاي منين، والله ريحته تكاد تكون مش موجوده، ودي انا حاجه ما بحبهاش. انا بحب الريحه النفاذه زي ما قلت لكم. نيجي بقى على الشامبو اللي هو ان شاء الله ما يكونش مقاطعه، وان شاء الله انا ناويه اعيش عليه كده فتره، هكمل باقي حياتي عليه. ليه بقى؟ بيغسل الشعر حلو قوي، بيغسل فروه الراس حلو قوي، شف شعري، بحس ان هو منظف شعري من غير ما يكهربه، من غير ما احس كده ان شعري فيه حاجه غريبه. بلس انا هيغمى عليا من الريحه، ريحته حلوه، ريحته مش عارفه اوصفها. انا حاسه ان الفيديو بس انا هتكلم كله عن ريحته. ريحته جميله وبتثبت في الشعر. واصلا انا بغسل شعري ازاي؟ بس عشان اوضح فكره، انا بغسل شعري بطريقه ان انا برغيه في ايدي او برغيه على شعري، يعني ايا كان الشكل، وشعري بيبقى مبلول وبسيبه بقى شويه، يعني بسيبه بقى ايه الرغوه دي حلوه شويه. بعد كده بشطفه، ممكن احط حمام كريم او ممكن ما احطش، بس بعدها ريحه شعرك دايما حلوه، شعرك مش هيكمكم. وعشان اصلا تخلي شعرك ما يكمكمش ما تربطيش شعرك على طول. انا بالنسبه لي صراحه فاتيكا هو الشامبو المثالي.